يا رب يا ستار يا رب يا رب الطف بينا يا رب الطف بينا يا رب يا رب سترك يا رب. مش عارفه انا اعمل ايه، مش عارفه اعمل فيكي ايه، مش عارفه اعمل فيكي ايه. كان عقلك في ايه اللي انت عملتيه ده؟ كان عقلك فين؟ ازاي؟ جوزك مش جوزك يا حبيبتي، ده مجرد كاتب كتاب ما دخلش بيكي لسه قدام الناس. الطف بيا يا رب يا رب استرها علينا يا رب. اعمل ايه بس يا ربي؟ اعمل فيكي كان عقلك فين؟ انت كنت فين وانا؟ طب ما قلتليش ليه؟ ما عرفتنيش ليه؟ ما شرطنيش ليه؟ وانا كنت فين؟ الكلام ده كان بيحصل ازاي من ورايا؟ ازاي اقول للناس ايه؟ اقول لابوكي ايه؟ اروح فين؟ ده انا هشرب من دمك، ده انا هموتك. اعمل فيكي ايه بس؟ ده انت تستحقي الاعدام. اعمل فيكي ايه؟ اموتك؟ انت مجنونه؟ انت عبيطه؟ مش جوزك، مش جوزك، ما دخلش بيكي. يا رب الطف يا رب يا رب عديها على خير يا رب. مش عارفه اعمل ايه. اتصلي لي بيه، اتصلي لي بالبيه ده، اتصلي لي بيه. اكلك بسناني، اتصلي لي بيه، اتصلي بيه، شوف هعمل فيكوا ايه انتوا الاتنين. إيه بس استهدي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. استهدي بالله كده وتعالي، وبلاش العصبيه اللي انت فيها. إيه، اولا شفتوا الام دي؟ حضرتك يا ستي يا فاضله، اذا كنت بنتك غلطانه 1%، فانت غلطانه 99%. ليه بقى؟ اولا معرفتيش بنتك العاقد او الكاتب كتابه ده حدوده ايه معاها، اخره ايه معاها، علاقتهم طبيعتها تكون ازاي وتقف لحد فين وحدودهم ايه. ما ثقفتيش بنتك وعرفتيها كل مرحله ولها ثقافتها. من اول ما هي طفله تعرفي انك تديها المعلومات والحياه السليمه دي بالتدريج. هي دلوقتي في مرحله كتب الكتاب، عرفيها حدودها ايه، عرفيها ده مش زوجها زي ما بيقولوا، ده عاقد عليها لسه ما دخلش بيها، ما فيش اشهار، ما خدهاش في شقته وفي بيته اشهر كده قدام الناس ان دي بقت زوجتي. ما عرفتهاش الحاجات دي ليه؟ كنت فين؟ ما تابعتيش ليه؟ ما قعدتيش معاهم محرم ليه؟ ما كنتيش بتخرجي معاها في مشاورها او تبعتي حد من اخواتها؟ قليل من التغافل، قليل من التغافل. مش لدرجة ان هي تبقى علاقتهم مع بعض علاقة زوجية كاملة وانت قاعدة ومش حاسة والمصيبة تقع لا قدر الله. ربنا يستر كل بناتنا، وفي الاخر تقول انا هشرب من دمك، انا هقتلك، انا هموتك. انت غلطانة، انت غلطانة. فما تقعديش بقى ايه تعملي دراكولا على البيت وهقتلك واشفيكي واشرب من دمك. نعالج، ربنا يا رب يستر كل بناتنا وما يكتب على بناتنا اي حاجة. نعالج بحكمة. على فكرة يا جماعة، أنا جاتلي فكرة الفيديو دي من الواقع. أقسم بالله بنت كلمتني يا حبيبة قلبي، قالت لي أنا أمي مش معايا. صراحة أنا ما نسيت أسألها أو ما رضيتش أضغط عليها في الأسئلة أكتر، أقول لها أمك فين، متوفية ولا في انفصال بينها وبين أبوكي ولا إيه؟ قالت لي أمي مش معايا، وأنا زوجي أو اللي كاتب كتابه ده بيطلب مني إن إحنا نعمل علاقة كاملة مع بعض، وبيحاول كذا مره معايا وكده. فانا نصحتها طبعا وقلت لها اللي ربنا قدرني عليه. قعدت تقول لي اشكرك وانا حبيتك وربنا يبارك لك وانت ربنا رماكي في طريقي وحاجات زي كده. فده اللي جات لي فكره الفيديو من هنا، ان انا اوعي بناتنا. خلي بالكم، كاتب الكتاب مفيش زواج، مفيش اشهار. كاتب الكتاب هو عقد عليك بس مش زوجك. لازم اشهار، لازم يدخل بيكي في بيته في شقته اللي هياخدها او اي مكان هو هيحدده، ولازم اشهار والناس تعرف. غير كده مش من حقه يعمل معاكي علاقة زوجية كاملة. والشباب اتقوا الله في بناتنا، ما تضحكش عليها وتوهمها ان هي بقت زوجتك خلاص وانت مراتي وقدام ربنا وقدام الناس والناس كلها شايفة وعارفة وانا جوزك. لا، حرام عليك، اتقي الله في بنات الناس. الشباب اتقوا الله في بنات الناس، لان هتردلك في زوجتك، في اختك، في بنتك، في اي حرمة من حرماتك، في كل عزيز لديك هيتردلك اي حاجة بتعملها مع بنات الناس. اتقوا الله، ما تفهموش ان البنت ان انت بقيت زوجها خلاص وان من حقك تعمل كل حاجه معاها ومن حقك تعيش حياتك كامله معاها. ما ينفعش. نفوق شويه يا جماعه عشان ما تحصلش كوارث. الام تعرف حدود علاقتها، علاقه بنتها مع زوجها، وتعرفها مع العاقد دوت. تتابعها، تخرج معاها، يا اما تقعد محرم معاهم. ما تخليهمش ينفردوا ببعض كتير، خلوه كامله كده. تعرف بنتها اللي ليها واللي عليها. والناس الرجاله اللي بيكتبوا كتابهم دول يتقوا الله في بنات الناس. ربنا يسترنا ويستر بناتنا يا رب ان شاء الله. واحنا في ايام صعبه ولازم كلنا نحافظ على بناتنا. والام اللي عندها بنت لازم عينيها تبقى في وسط راسها،
لازم تتابعها وتراقبها كويس. وربنا يستر بناتنا يا رب يا رب ان شاء الله، ويستر كل بنات المسلمين ويعف شباب المسلمين، وينجح كل اولادنا ويبارك فيهم ويحفظهم يا رب ان شاء الله، ويقدرنا على تربيتهم تربيه صالحه، وينبتهم نباتا حسنا، ويرزقنا برهم يا رب. لو تكرمتم، لو عجبكم الفيديو بتاعي اعملوا لي اشتراك في القناه، واعملوا لايك للفيديو. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.